بيبدأ الموسم التاني بمغامرة وألعاب نفسية جديدة، فما تنساش تعمل لنا فولو علشان تشوف الجزء التالت وتكتشف بقية اللعب. بيبدأ المسلسل بسيون وهو في المطار ومسافر أمريكا، وبعدين بيقرر ما يسافرش ويرجع يدور على أصحاب اللعبة، وبيجيله تليفون من مدير اللعبة بيقوله اركب الطيارة وما ترجعش وملكش دعوة باللعبة ولا تدور ورانا، واحنا شايفينك دايما وعارفين انت بتعمل ايه. فبيتخض سيون وبيبص حواليه وما بيبقاش عارف هما شايفينه ازاي، وبعدين بيقول لمدير اللعبة انا مش هسيبك طول ما انا عايش وهفضل ادور عليك لغاية ما الاقيك. وبيخرج من المطار وبيركب تاكسي ويقول للسواق يروح على مدينة سيول، وبيدخل محل يشتري مشرط، وبعد كده بيروح حمام ويبدأ يبص على جسمه في المراية علشان يعرف إذا كانوا زارعين أي جهاز تصنت في جسمه علشان يراقبوه ويعرفوا مكانه. وفعلا بيلاقي ورا ودنه GPS حاطينهوله علشان يراقبوه، وبيشيل الGPS وبيرميه في الحوض. بعد كده بنروح لشاب في المستشفى وبنعرف إن الشخص ده هو الضابط اللي اتضرب بالنار في الجزء الأول ووقع في المية، ويبدأ يفتح عينه وبنعرف إنه كان في غيبوبة الفترة دي كلها، وبنفهم إن في قبطان صديقه هو اللي أنقذه لما وقع في البحر. وبيعدي سنتين ونشوف الضابط وهو بيسحب من واحد رخصته علشان مش لابس الخوذة، وبيجيله القائد بتاعه بيزعله وبيقوله انت سبت إدارة الجرائم الكبرى علشان تتنقل هنا وتبقى ضابط مرور، فبيقوله انه ملوش ذنب في اللي حصل له من رؤسائه وانهم معاهم حق ما يصدقوهوش، لان مفيش حد ممكن يصدق ان في ناس بيلعبوا على جزيرة لعبة واللي بيخسر فيها بيقتلوه، وانه مصدق كل اللي قاله بس مفيش اي ادله تثبت كلامه غير الرصاصه اللي في كتفه. وبعدين بيساله انت مش فاكر مين اللي ضربك بالنار؟ فبيكذب عليه الضابط وبيقوله لا، وبيفضل محتفظ بالسر ان اخوه هو مدير اللعبه وهو اللي ضربه بالنار. ونروح لسيون اللي بيصحى من النوم مفزوع وبيسمع الباب بيخبط، ولما بيبص بيلاقيه زعيم العصابه اللي كان مضى على بيع اعضائه في الجزء الاول، وبنفهم ان سيون سدد له ديونه واداله فلوس كمان علشان يدور على مندوب اللعبه ويجيبهوله. ومش بس كده، ده كمان بيصرف فلوس الجايزه على رجاله كتير شغالين معاه علشان يدوروا على مندوب اللعبة، وإن لغاية دلوقتي محدش لقاه. فزعيم العصابة بيقول لسيون إنهم تعبوا من التدوير على الراجل ده، وإن كمان المترو فيه أكتر من 10 خطوط وهما بيدوروا في 4 خطوط بس، يعني ممكن الراجل يكون في أي خط تاني وهما ما شافوهوش. فسيون بيقول له هات كل الرجالة اللي تعرفهم ووزعهم على ال10 خطوط بتوع المترو لغاية ما تلاقوه، وبيديله شنطة فيها فلوس كتيرة. وبيقول لزعيم العصابة إنه جاله في نفس الوقت ده من 2 سنين، يعني أكيد بيجيب ناس تانية برضه دلوقتي علشان يلعبوا نفس اللعبة. وبعد كده بنشوف الضابط وهو رايح المينا ويركب مركب مع القبطان، وبنكتشف ان الضابط بيدور على الجزيرة اللي عليها اللعبة بقاله 1.5 سنة مع القبطان ده، وبنعرف كمان ان القبطان ده هو اللي انقذه لما وقع في المية بعد ما اخوه ضربه بالنار. والقبطان بيقول له احنا مستحيل نلاقي الجزيرة دي، وبيقول له ان المكان اللي انقذه منه حواليه اكتر من 100 جزيرة، ما بالك البحر كله فيه كام جزيرة؟ فبيرد عليه الضابط ويقول له معاك حق وان دي اخر مرة هندور فيها، وبيشكره على انه انقذ حياته وانه كان بيساعده طول ال1.5 سنة اللي فاتوا علشان يلاقوا الجزيرة، وبيقول له انا لازم ارد لك كل اللي عملته معايا. وبعد كده بنشوف زعيم العصابة بعد ما جمع ناس كتير جدا علشان يدوروا معاه على مندوب اللعبة ويشرح ليهم هيعملوا ايه، وبيقول لهم ان سيون حاطط مكافأة نص مليار وون للي هيلاقي الراجل ده، والرجالة بتتحمس جدا علشان الفلوس كتيرة، وبيبدأوا يدوروا في كل مكان وفي كل محطات المترو اللي في كوريا كلها، وبيفضلوا على كده شهور لغاية ما بيزهقوا. وبنشوف واحد قاعد مع زعيم العصابة في المترو وبيقول له احنا بقالنا 2 سنين بندور على مندوب اللعبة ده ومش لاقيينه، وبيقولوا انه سيون ده شكله مجنون وبيتخيل، واصلا ممكن ما يكونش فيه لعبة اسمها الحبار. وفجأة وهم بيتكلموا بيسمعوا صوت حد بيتضرب بالقلم، ولما بيبصوا بيلاقوا مندوب اللعبة قدامهم بيلعب مع واحد، وبعدين بيديله الكارت بتاع المشاركة في اللعبة. فبيتصلوا بسرعة بسيون وبيقولوا له انهم لاقوه وبيصوروه وبيقولوا له مكانهم فين. وبنشوف الراجل اللي كان بيلعبه مندوب اللعبة وهو بيتصل بحبيبته اللي بتكون في المستشفى، ولما بتفتح الشنطة بنلاقيها هي كمان معاها كارت المشاركة في اللعبة. ونروح مع زعيم العصابة وبنلاقيه هو والراجل اللي معاه بيراقبوا مندوب اللعبة من بعيد زي ما سيون قال لهم. وبعدين مندوب اللعبة بيدخل مخبز وبيشتري 100 رغيف، وبعدين بيدخل محل وبيشتري 100 كوبون حظ، وبيروح حديقة كبيرة مليانة متشردين، وبيروح لواحد متشرد نايم وبيعرض عليه ياخد الرغيف ولا ياخد كوبون الحظ. وبيكون كوبون الحظ عبارة عن لعبة لو طلعت ال3 أرقام اللي على ظهر اللعبة شبه بعض اللي معاه الكوبون بيكسب مليار وون. وطبعا المتشرد بيختار ياخد الكوبون ويسيب الرغيف، وبيشخبط على ظهر الكوبون وهو مبسوط وعنده أمل إنه يكسب، لكن فجأة بيخسر وبيسيبه مندوب اللعبة وياخد العيش ويمشي، والمتشرد بيبص على العيش وهو جعان وندمان على اختياره. وبعدين مندوب اللعبة بيروح لكل المتشردين اللي في الحديقة وبيعرض عليهم نفس اللعبة، وطبعا كلهم بيختاروا الكوبون ومحدش بيختار العيش، وكلهم بيخسروا وبيندموا على اختياراتهم. وبعد كده مندوب اللعبة بيقف في وسط الحديقة وبيرمي كل العيش اللي معاه على الأرض وبيدوس عليه برجله ويهرسه علشان يبوظه ومحدش يستفاد بيه. فبيروح له واحد من المشردين وبيقوله انت بتدوس على العيش ليه كده؟ حرام، ده ممكن يتاكل.
فبيرد عليه مندوب اللعبة وبيقوله أنا خيرتكم وانتوا كلكم اخترتوا الكوبون، فده مصيركم. والمتشردين بيبقوا مصدومين من اللي المندوب بيعمله، وزعيم العصابة والراجل اللي معاه بيتصدموا وبيقولوا لبعض ده مجنون، هو ما بيبقوش عارفين اللي مستنيهم وانهم لسه ما شافوش الجنان اللي بجد. ونروح لسيون وهو بيجري بسرعة كبيرة بالعربية علشان يلحق مندوب اللعبة قبل ما يهرب، فالشرطة بتشوفه وبيعملوا له مخالفة، وبالصدفة الضابط بيكون راكب عربية المرور اللي بتعمل له المخالفة. ولما زميله الضابط بيسحب الرخصة من سيون بيرجع العربية وبيقول للضابط ان الراجل ده مريب وانه معاه تليفونات كتيرة في العربية. فالضابط بيقرا الاسم اللي موجود في المخالفة وبيحس انه شاف الاسم ده قبل كده، فبيدور في السجلات على الاسم ده وبيفتكر ان سيون قابله زمان في اسم الشرطة. ونروح لزعيم العصابة والراجل اللي معاه وبيكونوا لسه بيراقبوا المندوب، وبيركب تاكسي فبيركبوا تاكسي وراه بسرعة ويفضلوا ماشيين ورا زعيم العصابة، وبيقول للراجل اللي معاه احنا لازم نمسك مندوب اللعبة علشان كده هيهرب وسيون مش هيلحقه والفلوس هتضيع علينا. وبيحاولوا يمسكوا مندوب اللعبة لكنه بيضربهم وبيخطفهم هما الاتنين. ولما بيوصل سيون للمكان بيبص في الجي بي اس وبيمشي عليه وبيلاقي دم في الارض، وبيعرف ساعتها انهم حصل لهم حاجه. ويبقى مندوب اللعبه واقف على السطح وبيشوف سيون وبيعرف ان سيون هو اللي خلاهم يراقبوه. في نفس الوقت الضابط بيدور ورا سيون وبيعرف انه مأجر العربيه اللي راكبها من شركه سياحه، وبيفتكر كل اللي حصل ما بينهم في الجزء الاول، وان سيون راح القسم علشان يبلغ عن لعبه اسمها لعبه الحبار. وقتها بيحس ان في حاجه غريبه بتحصل، وبنروح لمندوب اللعبه اللي بيبقى رابط زعيم العصابه والراجل اللي معاه وبيلعب معاهم لعبه مجنونه، وبيقول لهم ان هما الاتنين هيلعبوا مع بعض حجره ورقه مقص. طب واللي هيخسر هيحصل فيه ايه؟ قبل ما يجاوب بيروح يحط اسطوانة مزيكا علشان يوترهم، وبيجيب مسدس ساقية المفروض يتحط فيه 6 طلقات وبيحط فيه طلقة واحدة بس، ويلف الساقية وبيقول لهم ان في كل مرة حد هيخسر هيضرب طلقة على دماغه، وهو وحظه يا هيموت يا هيأجل الموت للجولة اللي بعدها. وبيفضلوا يلعبوا ومحدش بيموت، فبيقرر يعذبهم اكتر ويحط 5 رصاصات وبيسيب مكان رصاصة واحدة بس فاضي، يعني بنسبة كبيرة اللي هيتضرب عليه هيموت لان المسدس شايل 5 رصاصات. وبيلعبوا وبيتوتر زعيم العصابة وما يلحقش يكمل فبيخسر وبيموت. وبعدين مندوب اللعبة بيبص للراجل التاني وبيقول له مبروك انت كسبت، ويسأله عن سيون وكل اللي يعرفه عن اللي بيخططه له. ونشوف الضابط وهو في الشركة وبيدور في المكتب لغاية ما بيلاقي ملف مكتوب عليه سيون، وبنروح لسيون وهو رايح البيت اللي عايش فيه وبيلاقي اليافطة بتاعة البيت منورة ويفهم ان في حد فوق. ولما بيطلع بيلاقي مندوب اللعبة واقف وفي ايده المسدس اللي كانوا بيلعبوا بيه زعيم العصابة والراجل اللي معاه. وبعدين مندوب اللعبة بيسأل سيون انت بتدور عليا ليه؟ فسيون بيقول له علشان اشكرك انك دخلتني اللعبة وانك كسبت وبقيت غني. فبيضحك المندوب لانه عارف ان سيون بيسخر منه، فسيون بيقول له انه عايز يوصل لمدير اللعبة علشان يوصل له رسالة. فالمندوب بيقول له قول لي انت عايز تقول له ايه وانا هوصله له. فسيون بيقول له انت مجرد كلب بتنفذ الاوامر ومش هتفهم الكلام اللي هقوله لك، وانك بتستغل الناس الفقراء علشان تدخلهم اللعبة. فالمندوب بيقول له ان الناس دول مجرد حسالة وملهمش لازمة في الحياة وانهم لازم يموتوا، وبيحكي له حكايته وبيقوله انه كان الاول مجرد واحد بيشتغل في لعبة الحبار، وفي يوم كان مفروض يعدم واحد خسر في اللعبة بس الشخص ده كان ابوه، وبيقول له انه ضربه بالرصاصة في نص دماغه، وان اي حد بيدخل لعبة الحبار يستاهل اللي بيحصل له. وبيقوله لو عايز توصل لمدير اللعبة لازم تلعب معايا لعبة، ولو كسبت هتلاقي المعلومات اللي عايزها في جيبي. فبيوافق سيون والمندوب بيقوله ان اللعبه هي الروليت الروسي اللي كانوا بيشوفوها في الافلام وهم صغيرين، وانه هيحط طلقه واحده في المسدس ويلف الساقيه وكل واحد هيضرب على نفسه وهو وحظه، واللي هيموت يبقى هو اللي خسر اللعبه. ويفضلوا يلعبوا لغايه ما بيجي المسدس في ايد سيون وتبقى الطلقه اللي قبل الاخيره، يعني بنسبه كبيره ممكن تطلع هي دي الطلقه وسيون يموت. فالمندوب بيقوله انت المسدس في ايدك وتقدر تقتلني وتعيش انت، بس كده هتبقى كسرت قوانين اللعبه وبتثبت انك حساله. فسيون بيضرب الطلقه على دماغه علشان يثبت له انه مش حساله، وبيدي المسدس للمندوب وفيه اخر طلقه وبيقول له انت في ايدك تموتني او تموت نفسك وتثبت انك مجرد كلب بتطيع الاوامر ومش بتحترم قوانين اللعبه اللي انتوا عملتوها. فالمندوب بيقرر يموت نفسه على انه ما يحترمش قوانين اللعبه. ويكون الضابط واقف تحت بيت سيونج اللي بيكون عارف مكانه من الملف اللي لقاه في الشركه، وبيسمع صوت الطلقه اللي المندوب ضرب بيها نفسه وينزل بسرعه من العربيه وبيطلع علشان يشوف فيه ايه. في نفس الوقت اللي بياخد سيونج الكارت من جيب المندوب اللي هيقدر من خلاله يوصل لمدير اللعبه. وبيدخل الضابط المكان اللي عايش فيه سيونج وبيفضل يدور في الأوض لغاية ما بيسمع صوت حد بيصرخ ويكسر الباب ويدخل، فبيلاقي الشخص اللي كان مع زعيم العصابة مربوط، فبيفكه وبيسأله عن سيونج وبيقوله مكانه، ويدخل بيلاقي المندوب ميت وسوينج واقف قدامه، فبيقبض على سوينج علشان فاكر ان هو اللي قتله. بس بيجي الراجل اللي الضابط فكه وبيضربه على دماغه ويساعد سيونج، وبعدها بيفوق الضابط وبيتكلم هو وسيونج وبيفكروا الضابط انهم اتقابلوا قبل كده مرتين، مرة لما طلب منه المساعدة والتانية في لعبة الحبار،
وبيطلب من سويونج إنهم يتعاونوا مع بعض علشان يلاقوا الجزيرة اللي بيلعبوا عليها اللعبة وإنهم يقدروا يوصلوا للمدير. وبعدين سويونج بياخدهم وبيوريهم الفلوس اللي كسبها من اللعبة، وبيقول لهم إنه هيديلهم اللي هم عايزينه مقابل مساعدتهم ليه. فبيردوا عليه وبيقولوا له إنهم مش عايزين أي فلوس، ويطلب سويونج منهم إنهم يجيبوا أشخاص مدربين علشان يخطفوا مدير اللعبة. وبعدها بيدخلوا أوضة تانية جوه الفندق اللي هو مأجره، وبيوري لهم السلاح الكتير اللي جمعه طول السنتين اللي فاتوا. وفي مشهد تاني في حفلة الهالوين بنشوف طفلة صغيرة، ويجي شخص لابس أرنب وبيديها مصاصة وبيمشي. ولما بيدخل الأوضة بنلاقي إن اللي كان لابس أرنب ده بنت، وبتروح لها البنت الصغيرة وبتديها رسمة ليهم هما الاتنين مع بعض. وبعد ما الطفلة بتمشي حد من اللي موجودين بيقول لهم إن الطفلة مريضة بسرطان الدم، وإن والدها بيرسم الناس في الشارع. وبعدين بتروح لسمسار بيهرب الناس من كوريا الشمالية لكوريا الجنوبية، وتديله فلوس وتسأله عن بنتها اللي عندها سنة، وبتقول له إذا كان عارف مكانها ولا لأ. وبنعرف إن اسمها يول، وكانت ضابط في الجيش الكوري الشمالي، وقتلت القائد بتاعها وهربت وسابت بنتها. فبيقول لها السمسار إنه معرفش يجيب عنها أي معلومات، وكل الناس اللي سألهم عنها قالوا له إنها ماتت، وهو مش عارف إذا كان ماتت ولا عايشة. وبالليل بتكون قاعدة لوحدها وبتفتكر بنتها وجوزها، ويجي لها شخص بيديها كارت اللعبة وبيمشي. وتاني يوم بتروح تقدم استقالتها من الشغل، لكن وهي خارجة بتشوف الإسعاف ماشي، وبنعرف إن الطفلة أغمى عليها وتعبت. وبعدين بنشوف سيونج اللي بيكون جايب دكتور أسنان وبيشيله درس من دروسه، ويحط له مكانه درس صناعي فيه GPS علشان لما يروح الجزيرة يقدروا يتابعوه ويعرفوا مكانه ومكان الجزيرة. وبعد كده بيكون وصل الفريق اللي طلب من الراجل يجيبهم له علشان يساعدوه، وبنعرف انهم كانوا ضباط في الجيش الكوري وانهم محترفين. ونرجع ليول اللي بتتصل بالرقم اللي على الكارت اللي جالها، وبيقولوا لها ان ميعادها يوم 31 اكتوبر، وبيعرفوها المكان اللي هتروح علشان تدخل اللعبة منه. وبنشوف سيونج والظابط والشاب اللي معاهم وهم واقفين بالعربية في المكان اللي مكتوب عليه الكارت اللي مع سيونج. وبنعرف ان المكان حدده مدير اللعبة علشان يقابل سيونج هو حفلة الهالوين، والمكان بيكون زحمة جدا. ويدخل سيونج الحفلة وبيجي واحد من جيش لعبة الحبار وياخد سيونج وبيطلع من الباب اللي ورا، وبيدخل الليموزين وبتمشي العربية بيه. ويتفاجئ سيونج لما بيركب العربية إن مدير اللعبة بيكلمه وبيقوله أنت بتدور عليا ليه؟ فبيقول له سيونج بدور عليك علشان أخليك توقف اللعبة فورا. فبيقول له مدير اللعبة لو كنت ركبت الطيارة كان هيبقى أحسن ليك، وإنك عايز تعمل بطل، وإن كل اللي في لعبة الحبار دول حسالة ولازم يموتوا علشان نخلص العالم من الحسالة. ويكون الفريق اللي مع سيونج والظباط ماشيين ورا العربية، وفجأة حد بيضرب على كاوتش العربية اللي فيها الفريق نار، وفي نفس الوقت بيضرب نار على كاوتش العربية اللي فيها الفريق التاني، وبيضرب نار على العربية اللي فيها الضابط. وبيطلع اللي بيضرب نار قناص مقنع من جيش لعبة الحبار. وبكده يبقى الثلاث عربيات اللي كانوا بيحموا سيونج وقفوا وهو لوحده في الليموزين. وأول ما سيونج بيشوف اللي بيحصل حواليه وإنه بقى لوحده، بيطلع المسدس اللي معاه وبيضرب نار على الإزاز اللي بيحمي السواق اللي في الليموزين، بس بيطلع الإزاز ضد الرصاص. فسيونج بيطلب من مدير اللعبة إنه يدخله لعبة الحبار تاني وإنه يلعب تاني، وبيقول له إن أصحاب اللعبة لو عرفوا إنه عايز يدخل تاني هيلاقوا إن الموضوع ممتع. فمدير اللعبة بيقول له مادام عايز تدخل اللعبة تاني أنا موافق. ونروح للضابط اللي بيقول للمجموعة إنهم هيبدأوا الخطة التانية، وإنهم هيبدأوا يتحركوا ناحية الجزيرة علشان يحتلوها. ونشوف يول وهي رايحة للمكان اللي قالوا لها عليه، وبتدخل العربية النقل وبنكتشف إنها من جيش لعبة الحبار. ونشوف الضابط وباقي الفريق وهم في المينا ورايحين يركبوا المركب علشان يمشوا على الGPS ويوصلوا للجزيرة ويلحقوا سيونج قبل ما يبدأ اللعبة. ونروح لمشهد تاني وبنشوف سيونج اللي بيفوق على صوت موسيقى وبيلاقي نفسه في أوضة كبيرة ويكون مكتوب عليه رقم 456، وده معناه إنه معاه في المسابقة 455 شخص. وبيجي لهم الحراس وبيرحبوا بيهم وبيقولوا لهم إن هم هيشاركوا في 6 ألعاب مختلفة على 6 أيام، وكل لعبة بجائزة مادية كبيرة. ويبدأوا يقولوا لهم شروط المسابقة اللي بتبقى زي الجزء الأول بالظبط، ما عدا حاجة جديدة اتغيرت، وهي إن المتسابقين لو قرروا ينسحبوا بعد أي لعبة من حقهم ياخدوا الفلوس اللي كسبوها. لكن في الجزء الأول كان لو الأغلبية قرروا ما يكملوش ما بياخدوش أي فلوس كسبوها. وبيبدأوا في إجراءات اللعبة وبيطلبوا من كل واحد يتصور لوحده، وبنشوف شخص من المشاركين كل الناس بتتلم عليه وبيفرحوا أول لما بيشوفوه، وبنعرف بعد كده إنه مغني راب. وبنشوف صديق سيونج اللي رفض يسلفه الفلوس في الجزء الأول دخل لعبة الحبار برضه، ولما سوينج بيسأله ايه اللي جابك هنا بيقوله ان هو ومراته اتطلقوا وانه عليه ديون كتيرة ولازم يسددها، فبيطلب منه سوينج ان يخليه وراه ويسمع كلامه دايما. وبنرجع للضابط والفريق اللي معاه اللي بيكونوا اخيرا وصلوا للجزيرة وبيتقسموا لفريقين، فريق منهم بيطلع على الجزيرة والفريق التاني والضابط بيفضلوا في المركب ويبدأوا يطيروا طيارة درون صغيرة علشان تستكشف الجزيرة من فوق ويعرفوا سيونج فين. وبيفضلوا ماشيين ورا الGPS اللي في درس سيون وبيقربوا منه جدا، واول ما بيروحوا عليه بيكتشفوا ان الGPS مرمي في شنطة صياد
وإن جيش لعبة الحبار عرف إن سيون مزروع في درسه GPS، وبيعرفوا كمان إنهم على جزيرة غلط ومش دي الجزيرة اللي عليها اللعبة، وإنهم بعيد جدا عن الجزيرة الحقيقية، ويفضلوا يخونوا في بعض وبيتهموا بعض، وكل واحد يقول للتاني أنت اللي سربت المعلومة لجيش لعبة الحبار. ونرجع للعبة، وبيدخلوا المشتركين علشان يلعبوا اللعبة الأولى، واللي بتكون اسمها إشارة حمراء وإشارة خضراء، وهي نفس اللعبة اللي كانت في الجزء الأول، وكلنا عارفين قوانينها. لازم تجري قبل ما العروسة تلف وشها وتشوفك، ولو العروسة شافتك وانت بتتحرك هتموت طبعا. وبيستغرب سوينج ان مفيش حد من الفريق بتاعه وصل علشان ينقذه، فبيطلع الدرس الصناعي وبيكتشف انهم عرفوه شالوا الGPS وهو نايم، وبيتصدم لما بيعرف انه دخل لعبة الحبار تاني وهيكمل اللعبة من غير ما حد ينقذه، وبيتأكد وقتها انه دخل الجحيم تاني برجليه، وما بيكونش قدامه حل غير انه يتكلم مع الناس ويوجههم ويقول لهم على كل اللي هيحصل. ولما بيبدأ يتكلم معاهم محدش بيصدقه وبيفضلوا يضحكوا عليه، وتبدأ اللعبة ومش بييأس سوينج وبيفضل ينبههم ويقول لهم يلعبوا ازاي، وبيكون مغطي بقه بإيده علشان العروسة ما تشوفوش وهو بيتكلم. وفعلا المتسابقين بيسمعوا كلامه ويفضلوا يتحركوا بهدوء، لغاية ما واحدة من المتسابقين بتقف حشرة على رقبتها، فبتسأل مغني الراب ايه اللي واقف على رقبتي ده، فبيقول لها دي نحلة عرفت ان انتي وردة فجت وقفت على رقبتك. فالبنت بتتخض من النحلة وبتصوت، فالعروسة بتضربها بالنار، والناس لما بيشوفوا الدم بيتصدموا ان اللعبة حقيقية والبنت ماتت، وبيحصل لهم هلع وبيفضلوا يجروا في كل مكان، وتبدأ الغربلة والحراس بتفتح النار عليهم وبيموت 90 واحد منهم. ونشوف يول وبنتفاجئ انها قناصة في جيش لعبة الحبار، وبيوصل كل المتسابقين للخط الأحمر ما عدا واحد واللي بيكون مضروب بالنار في رجله، ويطلب من سوينج المساعدة، وبيرجع له سوينج تاني جوه اللعبة بعد ما كان بيكون كسب، وبيقوموا بيعدوا بسرعة الخط الأحمر مع بعض. وأول ما بيكسبوا بتضرب يول المتسابق اللي أنقذه سوينج بالنار وبتقتله، وبنعرف بعد كده إنها قتلته علشان جيش لعبة الحبار كانوا هياخدوه ويبيعوا أعضائه، فهي كانت بترحمه من العذاب. وبعد كده بيدخل المتسابقين اللي كسبوا الأوضة بتاعتهم وبيجي لهم الحراس، وبيقول سوينج للحراس ان البند الثالث في العقد بيقول ان من حقهم يصوتوا لإلغاء اللعبة، وبيقولوا الحراس ان كلامه صح وبيفرح الكل. لكن قبل ما بيبدأوا التصويت بيحطوا لهم جايزة اللعبة الأولى في الحصالة، وبيقولوا لهم ان الناس اللي ماتت 91 شخص ومتبقي 365 شخص، فالفلوس دي هتتقسم عليهم لو انسحبوا، يعني كل واحد هياخد 24 مليون بس، ولو كملوا اللعبة اللي هيكسب هياخد 45 مليار. وبيقول لهم الحارس ان اللي هيختار اكس هيبقى عايز ينسحب من اللعبة، واللي هيختار او هيبقى عايز يفضل في اللعبة. وبيبدأوا بالرقم الأخير واللي بيكون سيونج، وبيدوس اكس طبعا علشان يوقف اللعبة، وبيفضلوا في التصويت لغاية ما بيوصلوا الرقم 87 اكس و93 او، وبيحاول سوينج انه يوقفهم ويخليهم ينسحبوا من اللعب، لكنهم بيتهموه للمرة التانية وبيقولوا له انه حارس من الحراس ومزروع وسطهم. فبيقرر سوينج انه يقول لهم الحقيقة وبيعرفهم انه كان بيلعب اللعبة دي من 3 سنين وانه الفائز الوحيد فيها، وللأسف ده مش بيخليهم يرجعوا في قرارهم، بالعكس ده بيخليهم يتحمسوا انهم يكملوا اكتر، وبيقولوا له مادام هم معاهم شخص كسب قبل كده فكده فرصتهم للمكسب اكتر، لان هيقول لهم على الالعاب ويفهمهم ازاي يكسبوا. ويفضلوا يتخانقوا لغايه ما بيجي حارس وبيرفع السلاح على سوينج وبيمنعه انه يتكلم او يقول لهم اي حاجه، وبيرجعوا تاني للتصويت لغايه ما بيوصلوا للتعادل، وبيكون فاضل رقم واحد بس وهو ده اللي هيحسم الامر، يا يكملوا يا ينسحبوا. وبيدخل المتسابق رقم 1 وبيدوس على او وبيكمل اللعبة، وبعدين بيلف وبنشوف وشه ونتفاجئ انه مدير اللعبة اللي كان لابس قناع اسود في الجزء الاول، وانه نزل يلعب معاهم في المسابقة. وبيروح لسيونج بعد التصويت وبيتعرف عليه كأنه متسابق عادي جدا، ويسأل سوينج انت ايه اللي رجعك اللعبة دي تاني، ويبدأ يحكي لسوينج عن حكايته، وبنعرف ان مراته ماتت علشان كانت مريضة وانه ما كانش معاهم فلوس يعالجها، ويقولوا انها ماتت وهي حامل، وانه اترفد من شغله علشان اتهموه ظلم انه مرتشي. وبيبدأ يتجمع حواليهم باقي اللاعبين وبيقولوا لسوينج ان ادالهم امل لما عرفوا انه كان هنا قبل كده وكسب، وبيسأل مدير اللعبة سوينج عن اللعبة اللي هيلعبوها بعد كده وازاي يقدروا يعدوا منها، فبيرد عليه سوينج وبيقوله ان اللعبة التانية عبارة عن قطعة سكر وجواها اشكال، ومطلوب انهم يطلعوا الشكل ده، واسهل شكل واللي بسببه كسب في اللعبة دي هو شكل المثلث، ولازم يختاروا المثلث زيه بالظبط. وبيتدخل لاعب وبيقول انهم يحتفظوا بالمعلومة دي ليهم هم بس، لانهم لو قالوا لباقي اللاعبين عن اللعبة الجاية كده كلهم هيكسبوا، ونتيجة ده الفلوس اللي هياخدوها هتتقسم عليهم وهتبقى قليلة جدا. وبيوافق اللاعبين اللي واقفين، بس سوينج بيعترض وبيقول انه لو عرف ان اللعبة التانية اللي هيلعبوها هي نفس اللعبة اللي لعبها زمان هيقول لكل اللاعبين عن تفاصيلها علشان محدش يموت، فبيسكتوا اللاعبين وبيمشوا وبيسيبوه. وفي مشهد تاني بنشوف دكتور بيشرح اللاعبين اللي ماتوا علشان ياخدوا اعضائهم ويبيعوها،
وبيقول الدكتور للحراس إن أعضائهم السليمة قليلة جدا، وده بسبب الرصاص اللي مالي جسمهم. وبنشوف شخص أعلى من الحراس بشوية وبيكلم واحد منهم ويسأله عن الأخبار، فبيحكي له اللي حصل، وبيسأله الشخص ده عن مين اللي ضرب رصاص كتير في جسم المتسابقين علشان يتأكد من موتهم، فبيقوله على رقم الحارس. وبتطلع يول هي اللي بتعمل كده علشان تمنع الحراس من بيع أعضاء المتسابقين، وبيروح لها حارس وبيقول لها إن المدير عايزها. وأول ما بتروح له بيكون متضايق من تصرفاتها وبيسألها ليه بتعمل كده، وبترد عليه وبتقوله لأن أول مرة اتقابلنا فيها ما كانش الاتفاق الشغلانة اللي هي بتشتغلها دي، فبيقول لها إن الناس دي كده كده هتموت، فهم بياخدوا أعضائهم وبيدوها لناس تانية حياتهم أهم. فبترد عليه وبتقوله إنها مش هتسمع كلامه وهتعمل اللي هي عايزاه، وبتمشي وبتسيبه. وبيروح الضابط للقائد بتاعه وبيطلب منه إنه يساعده في إنهم يلاقوا الجزيرة تاني، فبيتضايق القائد لأنه فاكر إنه خلاص نسي الموضوع ده. وبيروح الضابط للقائد الأعلى وبيتكلم معاه وبيحكي له عن الجزيرة من تاني، ومش بيصدقوا برضه القائد وبيقولوا إنه الشرطة بتشتغل بالأدلة، وبيقولوا إنه مش عيب إنه يروح لطبيب نفسي ويتعالج. فبيمشي وبيسيبه وبييأس من إنهم يساعدوه. فبيكلم الشاب اللي معاه في المجموعة وبيخطط معاه إنهم هيتحركوا بالمركب ويدوروا على الجزيرة، وبيقولوا إنه قدامهم 5 أيام قبل انتهاء اللعبة لو هم بدأوا اللعبة الأولى. ونروح لسوينج اللي بيقوم من النوم على صوت موسيقى وبيلاقي الحراس جايين وبيقولوا إن اللعبة التانية هتبدأ بعد شوية، ويبدأ كل واحد يجهز نفسه وبيطلعوا من الأوض وبيروحوا علشان اللعبة. وبيطلب منهم إنهم يكونوا فريق من 5 أشخاص، ولما بيسمعوا كده بيتفاجئوا لأن مش دي مفروض اللعبة التانية. ويتفاجئ سوينج إنهم غيروا الألعاب وإن الألعاب الموجودة دلوقتي مش هي الألعاب اللي كانت موجودة في الجزء الأول، ويتخانق معاه اللاعبين اللي قال لهم على اللعبة القديمة، وبيسكتهم القائد وبيمشوا ويروحوا يكونوا فريق مع بعض. وبيعتذر سوينج للقائد، فبيقولوا القائد إنه هيفضل يثق فيه، وبيكون فريقهم 4 وبيدوروا على الشخص الخامس. وأول ما بيلاقوه بتجيلهم بعدها بنت حامل وبتطلب منهم إنها تبقى في فريقهم لأن محدش عايزها تبقى معاه. وتبدأ اللعبة واللي بتكون عبارة عن 5 ألعاب، كل واحد من الفريق هيختار لعبة ويلعبها، لكن وهم رابطين رجليهم في رجلين بعض هم ال5، ولو ما خلصوش ال5 ألعاب في 5 دقايق وهم رجليهم مربوطة هيموتوا هم ال5 سوا. وبيبدأ كل فريق إنه يلعب، وبنشوف لما الوقت بيخلص الفريق اللي ما خلصش اللعب بيموت، وبيفضل فريق سوينج للآخر، وكل واحد في الفريق بيكسب اللعبة اللي المفروض يخلصها لغاية ما بيجي الدور على مدير اللعبة، وبيخسر اللعبة 3 مرات وبيعطلهم ويبقى ناقص لهم ثواني وهيخسروا، بس مدير اللعبة بيكسب في آخر ثواني وبيعدوا اللعبة بسلام. وتنتهي اللعبة التانية، وكده بيكون باقي 4 ألعاب علشان يخلصوا لعبة الحبار كاملة. ويدخل الحراس وبيقولوا لهم إن في اللعبة دي مات حوالي 110 لاعب، ويقولوا لهم إن الجايزة وصلت قيمتها ل20 مليار و100 مليون وون، وإنهم بقوا 255 لاعب بس، ولو الفلوس دي اتقسمت عليهم كل واحد هيبقى نصيبه 78 مليون 823 ألف وون. فبيتهموهم المتسابقين إنهم غشاشين، وإن اللي مات أكتر من العدد اللي قالوا عليه، وإن المبلغ ده قليل جدا. فبيردوا عليهم وبيقولوا لهم إن الاختيار ليهم، يا إما يكملوا والمبلغ يتضاعف، يا إما ينسحبوا وياخدوا الفلوس اللي قالوا لهم عليها. وبيقولوا لهم إنه حاليا في تصويت على إنهم يكملوا أو لأ، وفعلا بيبدأ التصويت وبينتهي على إنهم يكملوا اللعبة، وبيقولوا لهم إن اللعبة التالتة هتبدأ بعد شوية. وتبدأ اللعبة التالتة وبيبقى اسمها الاختلاط، وهي عاملة زي لعبة الأحصنة اللي في الملاهي بالظبط، والمفروض المتسابقين كلهم هيطلعوا عليها، وأول ما يسمعوا الرقم اللي هيتنده يجروا على الأوضة. مثلا أول ما المزيكا تقف ويسمعوا رقم 3 لازم يعملوا فريق مكون من 3 لاعبين ويجروا بسرعة على الأوضة، واللي هيفضل للآخر هو اللي هيموت. وتبدأ أول جولة وبتشتغل الموسيقى، وأول ما الموسيقى بتقف العروسة بتنده وبتقول 10، فبيبقى قدام اللعيبة 30 ثانية بس علشان يكونوا فريق من 10 أفراد، وبسرعة بيجروا على الأوضة، وكل الفرق بتجري على الأوض الفاضية واللي بيفضل بيضربوه بالنار، وبيطلعوا من الأوض وتبدأ الجولة التانية وتشتغل الموسيقى، وكل اللعيبة بيبقوا متوترين ومستنيين يسمعوا الرقم، إلا مغني الراب وصاحبه بيبقوا مهيبرين جدا وعمالين يرقصوا على الموسيقى وعايشين في دنيا تانية. وفجأة الموسيقى بتقف والعروسة بتقول 4، فبيبقى قدام اللعيبة 30 ثانية علشان يكونوا فريق من 4 أفراد، وبسرعة بيجروا تاني على الأوضة، وتفضل الجولات شغالة لغاية آخر جولة، واللعيبة بيتصفوا على 100 لاعب فقط، ويرجعوا للمكان اللي بيباتوا فيه، ويبدأ التصويت من تاني على إنهم يكملوا اللعبة ولا يوقفوا لحد كده. ونشوف اللاعبين وهم لسه بيصوتوا وبيوصلوا التعادل ل 49 مقابل 49، مش عايزين يكملوا اللعبة، ويتبقى آخر شخصين ويدوس الشخص الأول على الأو، وبيدخل التاني وده آخر شخص موجود في الأوضة واللي بيكون مدير اللعبة، ويدوس على الإكس، وبكده يكونوا تعادلوا 50 مقابل 50.
وفي راجل بيسأل وبيقول احنا كده تعادلنا، المفروض ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ فبيرد عليه مشرف اللعبة وبيقوله ان في البند الثالث من الاستمارة اللي مديتهم عليها لو حصل تعادل بين اللاعبين بكده لازم التصويت يتعاد من تاني. وفي راجل بيسأل مشرف وبيقوله امتى هنصوت؟ فبيقوله هنديلكم شوية وقت تفكروا فيه وبعد كده هنبدأ التصويت من بكرة. وبيجي لهم الاكل، ولما بيفتح سوينج الاكل بيلاقيهم حاطين شوك جوه الكيس، فبيفهم انهم عايزينهم يتخانقوا مع بعض ويقتلوا بعض. وفي البريك بتبدا الخناقه في الحمام بين اللي عايزين يكملوا اللعبه وبين اللي عايزين ما يكملوش، وبيهجم مغني الراب على واحد من اللي مش عايزين يكملوا اللعبه وبيخنقه وبيكون هيموته، لكن الولد بيطلع الشوكه من جيبه ويحطها في رقبه مغني الراب وبيموته. ونروح للمركب اللي عليها الضابط والفريق اللي جابوا سوينج علشان يساعده، وبنشوف واحد من الطاقم وهو قايم بالصدفه وبيسمع صوت في اوضه الشنط والحاجات بتاعتهم، ولما بيفتح الباب بيلاقي القبطان بتاع السفينه بيفتش في الشنط، فبيساله انت بتعمل ايه؟ وبيرد عليه وبيقول انه بيدور على حاجه تخصه وانه لقاها خلاص، وبيطلب منه يدخل ينام. فبيقلق الشاب وبيشك في القبطان، فبيحس وقتها القبطان انه اتكشف وبيطلع سكينه وبيضربه بيها وبيرميه من المركب. وبنفهم ساعتها ان القبطان خاين وانه بيشتغل مع جيش لعبه الحبار، وانه كان بيسوح الضابط السنتين اللي فاتوا في البحر علشان يبعدوا عن الجزيره الحقيقيه. وبنعرف برضو ان اخو الضابط بعد ما ضربه بالنار في الجزء الاول اتصل بالقبطان علشان ينقذ اخوه من البحر، وبعدين بيطلع شاب تاني من المركب ويسأل القبطان على السبب اللي مخليه يطلع في الوقت ده. ونروح للعنابر وبنلاقي مدير اللعبة بيقترح على سوينج والفريق بتاعهم ان اول ما النور يطفي يهجموا على الفريق التاني قبل ما الفريق التاني يهجم عليهم، لكن سوينج بيرفض وبيقول اننا ما ينفعش نقتل بعض، ويجمع الفريق بتاعه واصدقائه وبيعملوا خطة انهم يهجموا على جيش لعبة الحبار ويستولوا على غرفة التحكم ويقتلوا القائد كمان. وفعلا بيعملوا كده وبيبدأوا في خطتهم أول ما الجنود بتدخل العنابر بتاعتها وبيهجموا عليهم ويبدأوا يقتلوا الجنود وبياخدوا أسلحتهم كمان. ولما القائد بيشوف اللي بيعملوه المتسابقين وإن الجنود بتوعه ماتوا بيطلب منهم ينسحبوا بسرعة، بس المتسابقين بياخدوا جندي كرهينة وبيقول لهم مكان غرفة التحكم، وبيطلعوا من العنابر ويبدأوا يروحوا ناحية غرفة التحكم علشان يقتلوا القائد، وما بيكونوش عارفين إن القائد الحقيقي في وسطهم من بداية اللعبة وإنه ماشي معاهم دلوقتي. ويفضلوا يتقدموا لغاية ما الجنود بيحاصروهم وبيضربوا عليهم نار من كل مكان لغاية ما ذخيرة المتسابقين بتخلص وبيموتوا واحد ورا التاني. فسوينج بيقول لهم إنه هياخد صاحبه ويطلع لغرفة التحكم لوحده، وإنهم لازم يغطوه ويضربوا نار على الجنود لغاية ما يستولى هو على غرفة التحكم. وفعلا بيطلع هو وصاحبه، وأول ما القائد بيشوفهم في الكاميرات بيطلع كل الجنود اللي في أوضة التحكم علشان يحموا الممر اللي بيوصل الأوضة بتاعته ويشتبكوا مع سوينج وصاحبه لغاية ما الذخيرة بتاعته بتخلص. فبيطلب من مدير اللعبة اللي هو فاكره لاعب معاهم إنه يساعده ويجيله هو واتنين من المتسابقين، وفعلا بيطلع مدير اللعبة وبياخد اتنين من المتسابقين، وأول ما بيطلعوا بيقتلهم وبيغدر بيهم وبيقول له سوينج في اللاسلكي إنه اتضرب بالنار. وبيرجع بسرعة لغرفة التحكم وبيقلع لبس المتسابقين وبيلبس لبس القائد في نفس الوقت اللي سوينج بيستسلم هو وصاحبه. وبيطلع له القائد وبيقول له انت مبسوط بدور البطل اللي انت عايشه، وبيقتل له صاحبه قدام عينيه. وسوينج بيفضل يعيط وبيتصدم من اللي حصل، ووقتها الجنود بيقبضوا عليه وبيطلعوه لغرفة التحكم. وهنا بيخلص الجزء التاني.